اهلا وسهلا بيكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده باذن الله هتكلم معاكم في موضوع حلو قوي، وممكن تكون انت سالت لنفسك كذا مره: هو اليوتيوب بيجيب الفلوس دي منين؟ او بيدفع لليوتيوبرز ازاي؟ يعني هل هو مثلا بيدفع لهم من جيبه، ولا هو مثلا بيلاقي الفلوس في الشارع، ولا هو مثلا بيدفع بناء على ايه؟ تمام. اليوتيوبرز اللي انت بتشوفهم دول بتلاقيهم يقول لك قبض اليوتيوب وما اعرفش ايه. هل هم اليوتيوب بيديهم الفلوس دي ازاي؟ ولا هفهمك الليله دي كلها. قبل اي حاجه يا ريت تنزل تشترك وتحط لايك، عشان ده اكتر حاجه بتدعمني ان افضل مستمر في تنزيل الفيديوهات في القناه. عايز اعرفك على معلومه صغيره: ان اليوتيوب ما بيدفعش من جيبه. يعني اليوتيوب مش بيطلع من جيبه ويقول له منشئ المحتوى اتفضل يا حبيبي خد يا بابا. لا، مفيش الكلام ده. اليوتيوب بيدفع لك لما يكون عندك مشاهدات. تمام. وطبعا مش الموضوع مش بالساهل، لا، بيحدد لك شروط لازم تعملها. يعني لازم تجيب في البداية 1000 مشترك و4000 ساعة مشاهدة عشان يبدأ ينزل لك إعلانات في الفيديوهات بتاعتك. تمام. طبعا انت لما بينزل إعلانات في الفيديوهات بتاعتك دي، حلو، بالاعلانات دي يوتيوب بيدفع لك الفلوس. طيب يوتيوب برضو بيجيب الفلوس دي منين؟ بص يا باشا، الاعلانات اللي بتنزل عندك دي في الاغلب بتكون اعلانات شركات كبيره بيدفعوا ارقام فلكيه، يعني ارقام ضخمه ضخمه جدا كمان. تمام. بيدفعوها لمين؟ لليوتيوب. واليوتيوب بيديك نسبه من الفلوس دي. فهمت الفكره؟ فهمت اليوتيوب بيدفع ازاي لمنشئ المحتوى او بيدفع منين؟ يعني انت اكيد وانت بتتفرج على اي فيديو، او حتى مش هنستبعد ممكن من الفيديو ده تلاقي فيه اعلان نزل. الاعلان ده ببساطه شديده بيكون الشركه اللي عامله الاعلان ده مش بيتحط الاعلان ببلاش. مفيش حاجه ببلاش، دي قاعده خدها في حياتك، يعني مفيش حاجه ببلاش. تمام. الشركه دي بتكون دافعه لليوتيوب فلوس. طبعا يوتيوب عشان يقدر منشئ المحتوى ويحفزه انه يقعد ينزل في فيديوهات، فبيديك نسبه من الفلوس دي. ببساطة شديدة، ببساطة شديدة. وطبعا كل ما ارتفعت المشاهدات، كل ما ارتفعت الأرباح اللي انت هتاخدها. يعني واحد مثلا في قناته فيه 1000 مشاهدة، غير في واحد في قناته فيه 100,000، غير واحد بيجيب ملايين المشاهدات، غير واحد بيجيب مليارات. كل واحد من دول بياخد فلوس برضه غير التاني. تمام. وكمان الدولة بتفرق. يعني مثلا 1000 مشاهدة جاية لي من أمريكا غير 1000 مشاهدة جاية لي من مصر. حلو. طبعا المعلن اللي في امريكا بيدفع اكتر، فبالتالي الالف مشاهده هناك زي مثلا ب الف مشاهده عندك هنا، والله العظيم، ويمكن كمان اكتر. فاهمني؟ يعني انت لو انت معاك لغه انجليزيه او وتقدر تقدم محتوى باللغه الانجليزيه، لا ده انا يعني انت الصراحه يبقى انت كده نجم، يبقى انت برنس الصراحه. ليه؟ هتاخد ارباح محترمه قوي قوي قوي. فهمت اللقطة؟ كده انا قلت لك الموضوع كله، وعرفتك اليوتيوب ازاي بيدفع لمنشئ المحتوى او بيجيب فلوس منين. وكمان عرفتك ازاي كمان تقدر تحقق ربح من اليوتيوب. اشترك بقى وحط لايك بقى عشان القناة بتاعتنا تكبر كده، فاهم؟ ويجي لنا فلوس بقى. السلام عليكم يا شباب، في رعاية الله، السلام عليكم.